جايز الله يلعن الفشلة. تخيلوا جايين دبي مول على اساس انه نبغى ندخل حمام مغربي. تمام. تخيلوا نبغى ندخل الحمام المغربي اللي هنا في دبي مول، بس تخيلوا بابا وقفنا في بوابة. وين؟ بوابة البراندات. حسبي الله ونعم الوكيل. والمشكلة زحمة اليوم، يعني شوفوا الفشلة، انه انا ماشي من جنب بنات، مجموعة بنات وحدة تقول عرفتوها. ايش عرفتوها بنات؟ لا لو سمحتوا، سواء بنات او شباب، سووا نفسكم ما تعرفوني، لا تعرفوني ابدا بذا المنظر. يعني لابسة بيجامة نوم وجاية، لا حول ولا قوة الا بالله. صدق حتى روج ماني حاطة، عيب والله عيب. واليوم زحمة حسبي الله ونعم الوكيل. ودخلنا من بوابة غلط، يعني ما البوابة القريبة للحمام المغربي. لا، وحنان منظر ثاني. حنان حاطة زيت في شعرها والكيس في راسها، لا حول ولا قوة الا بالله. لا لابسة كويس. هلو يا جايز، اخيرا دخلنا الحمام المغربي. بعد ما مشينا المول كله خططناه تخطيط، والناس كلهم يتفرجوني، نساء ورجالا، حسبي الله ونعم الوكيل. وانا لابسه بيجامه وحتى ما في روج ولا اي شيء كذا، استغفر الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني دخلنا من بوابه غلط، واليوم زحمه سبحان الله. عشان انا ما ابغى احد يشوفني، اليوم زحمه. يلا معلش، حياة بسيطة. المهم الحين ننتظر ننتظر ايش؟ ننتظر ندخل. طفل الداخلي سعيد، طفل الداخلي سعيد، طفل الداخلي سعيد، طفل الداخلي سعيد. هلا الله يا سلام. انا مرة احب الحمام المغربي يا جماعة، استمتع. غرامي الحمام المغربي. المهم الحين رجعت للمكان اللي كل مرة كنت اسوي فيه حمام مغربي، الف ادور وارجع لعندهم فعلا. فبشتري من عندهم زيت، حطوا لي الزيت يا جماعة. هالمرة اخذنا حمام اسمه امبراطور، يعني مو العادي ولا الملكي، في النص. المهم حطوا لي زيت مرة حلو، يعني حلو للشعر. ترتيب للشعر الجاف ولا للتساقط؟ تساقط. انا اخذت الجاف. ليش؟ انت شعرك ما شعري مرة جاف. انت شعرك ما يتساقط؟ لا وقف الحمد لله. وقف؟ حلو. انا اخذت تساقط. قالت لي تبين تاخذين معاه امبولات مدري ايش، قلت لها لا شكرا ماما. انا ما قالت لي كذا. لا اني سالت، قلت لها ابغى اشتري الزيت، انت قلت لي تبي تشتري الزيت. لا قلت ابغى اشتري الزيت، مو انها تحط لك هنا امبولات. لا قالت تشترين مع الزيت امبولات ب1000 وشويه. لا ما انصح. ما نستخدم انبوبات، امبولات ما انصح، بس اشتري زيت يعني فقط. طيب حاشتري زيت بس. توم فكروا يفكون اغنيه. المهم شوفوا شاي مغربي، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. يا سلام. مويه. زمان كانوا يجيبون كذا صح؟ خلاص طفروا يا حنان. يا جماعة حنو قاعدة تغصبني اكل اللوز وانا ما ابى. ايش غصبا عني؟ غريبة. هم جايبين 5 عبال بالتقسيط. عشان ما تكشف. ليش مضر؟ كل شيء زائد عن حده ينقلب. هاي كنت حاسة بقلبي ان انتم خلصتوا. يلا ادخلوا. ايش اشتريتي؟ ما اشتريت شيء والله، كل الاشياء غالية. بتحسب ابي لما باخذ لفة في المول وارجع لكم. طب اشتريتي القهوة، اشتريتي عصير؟ لا لانها بخيلة، لانه الفلوس جت ليدها، قالت انه خلاص ما تبالي. لو كنتي جبتي لها بطاقة كانت صرفت ولا تبالي. صح. المهم شوف، دخلت محل دب شوف، اغراني، قام قال لي كل المنتجات عندنا حاليا ب 36 اليوم، بس بكره راح ترتفع. فانا ما اشتريت، لان انا ما ابغى شيء من دب شوف انت صح؟ شو الكذابة قاعدة تلمح لي بالكلام انه وديني اشتري لي صح؟ لا انا ابغاك توديني محجيكي. ابغاك توديني محجيكي. احلام العصر حبيبتي، والله ما اوديك وديك، باللبوس والله ما وديك محل العاب، ما حوديك. بالله. دخلت محل
برجان لقيت كل الاشياء غاليه. كسلت وطلع. يعني متوقع بال50 اللي عندك حتشترين شيء من عندهم؟ الله يشفيك. اكيد يمكن عندهم قلم. المهم تبى تصرف الفلوس وبس، تقول اهم شيء عندهم قلم. مرة رجعت لما ترجعي 150 بتبقي عندك. صح، انت تسلفتي من ماير 150، رجعي لها فلوسها. خلاص رجعي لها ال 100. ايش لا؟ بالله انا اشهد مع ماير، انت اخذتي من عندها فلوس 200 ولا 150؟ 200 بس انت اعطيتيني. اخذتيها كلها، كل فلوسها 200. رجعي لها فلوسها، رجعي لها فلوسها. والله حنو هذا حرام، تسرقين فلوسها وما ترجعينها. ما سرقتها. الا سلفتك هي لما كنت محتاجة. الو ما ندلك، بس رجعي لها فلوسها، رجعي حقها. يعني ترضين اني اتسلف منك فلوس وما ارجعها؟ جيب السيارة من بيني وبينك يعني عادي، بس هي ما تنتمي لعائلتنا، دي انسانة حقودة تقعد تدلنا. تقعد تدلنا، دي مو من العائلة. رجعي لها فلوسها. طبعا اول شيء لازم نسويه نحط موية الورد واللبان العماني الحجري. الله الله، يلا خلاص يا أخي خلصتي. على بشرتنا. وده الأمانة واحدة من كريمات حنو أنا ما أعرف عنها. حنو تشتري أشياء وما تعطيني أستخدم معها. يا سلام. بالعافية على أساس إني أكلته. كل شيء بالعافية. المهم بعد ما ينشف وجهنا نحط ذا. ليش ما علمتيني أستخدم معك؟ حتى أنا شفت منتجات كورية لقيتها في منتجات السكين كير وما حصلت أحد مستخدمها. أنت تشترينها حتى ما تستخدمينها ولا تعلميني عشان أستخدمها. أعلمك. اوكي. المهم الحين نرطب جسمنا. ذا المرطب اشتريته من تايلاند، والله مرة فنان. ان شاء الله اذا رجعت تايلاند بشتري منه كثير. حلو، خفيف على البشرة. يعني البشرة تمتص بسرعة، مو من النوع اللي هو فهمتوا؟ حلو. اوكي جايز، الحين خلصت. حطيت او ماي جاد مسك العود من براند جوك، حطيته هنا وهنا. حاليا حستخدم مسك الإثارة كعطر. تمام، يا سلام. بعد ما خلصنا من مسك الإثارة، ريحته توت، ريحة او ماي جاد، ريحة إثارة فعلا. فحستخدم الحين عطر في شهر 8 بمناسبة ان احنا في شهر 8 حاليا. فلتس جو، عطر شهر 8 فنان. ليش حطيته هنا؟ على فكرة سويت مقال فاتير ان انا اكلم حبيبي، قالت ماير والله يسد جوالك، حنزله عندكم حتشوفوه. والله لو نزلت الفيديو لا تنضربين. والله لا نزله.